صدمة عايشاها جماهير الزمالك بعد صدمة خسارة مباراة الأهلي في كابتن الأسطورة بتاعهم حمادة عبد اللطيف. زلزال كابتن حمادة عبد اللطيف طلع قال شوية تصريحات زلزال في نادي الزمالك. قال الكابتن ان هو من ساعة ما دخل الزمالك سنة 1978 لما كانوا بيكسبوا كان بيبقى الموضوع عادي جدا، ولما كانوا بيخسروا حتى لو كانوا وحشين كانوا بيطلعوا يقولوا ده الاهلي بيتجامل بالتحكيم. فبيقول انا كنت بسمع الكلام ده جوه نادي الزمالك واضحك عليه من وانا عندي 17 و14 سنة. قال ان الكلام ده بالنسبة له ده كلام سخيف ومش متزن، وان الكلام ده اصلا مش حقيقي، وضرب مثل يعني ان الاهلي معاه 39 كاس والزمالك 29 كاس، يعني نقدر نقول ال 29 بتوع الزمالك دول برضه بالتحكيم طالما الدنيا بقى قريبه. وقال ان ممكن الاهلي والزمالك بيتجاملوا، بس ممكن يتجاملوا في ماتش، في لعبه، في كوره، لكن استحاله يتجاملوا في كميه البطولات دي كلها. ده كلام الناس العاقلين، ده كلام الناس الموزون. الراجل قال انه حزين جدا ان ما شافش الزمالك في دوري ابطال افريقيا من 2002. طبعا انا مش حزين ولا حاجه، ده انا مبسوط جدا، يعني انا اختلف معاه في النقطه دي بصراحه يعني. وقال يعني احنا 5 دوري ابطال افريقيا اللي خدناهم لحد سنه 2002 احنا كنا بنتجامل في التحكيم، ودلوقتي ما بقناش نتجامل في التحكيم. وقال ان هم بيقولوا الكلام ده عشان هم فاشلين ومش ناجحين، ولازم يداروا على الفشل وعدم النجاح ده في ان هم يصدقوا للناس ان الاهلي مكسبه دي كلها بالتحكيم. وقال كمان ان الاهلي تعادل مع المحله وانبي ومودرن وخصم من بيراميدز. طب ليه الحكام ما كسبتهوش طالما هو بيكسب بالتحكيم؟ بص كلام الناس العاقلين الموزون، ده كلام موزون. واستشهد بماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده وقال لك اديكوا شفتوا هي الاهلي كسب الزمالك بالتحكيم ولا كسب عشان هو الاحسن. قال كلمه هنا بصراحه تتبروز، انا كنت عايز اخدها السلوجان بتاع الفيديو ده. قال معقوله ان انت عايز تلغي تاريخ من البطولات والانجازات واللعيبه ورؤساء الانديه ومجالس الادارات لنادي من 1907 في كميه البطولات اللي احرزها دي، وتقول ان هو كسب بالتحكيم عشان تداري على فشلك وعشان انت بليد ومش عارف تحقق بطولات زيه؟ قال ده هل يعقل يا جماعه؟ الراجل طلب من كل الزملكاويه، قال لهم يا جماعه تعالوا نصلح مشاكلنا، نشوف عيوبنا فين ونصلحها، وبلاش الكلام العبيط واللهبل اللي احنا عمالين نردده ونسلمه الجيل بعد جيل ان موضوع الاهلي بيكسب بالتحكيم وان احنا لو خسرنا يبقى المشكله عند الاهلي مش من عندنا احنا. قال يا جماعه تعالوا نصلح كل المفاهيم الغلط اللي عماله تتواصل على مدار الاجيال دي. من احلى الكلمات اللي انا سمعتها في الفيديو بصراحه، ولو اني ما انصحش ان الزملكاويه يسمعوا كلامه لان انا عايزكم كده بصراحه يعني. طبعا الراجل كان مستغرب جدا وكان بيقول معقول الاهلي اللي عنده 45 دوري 39 كاس مصر وعنده 12 دوري ابطال افريقيا وبيصعد لكاس العالم، معقول يا جماعه كل ده بالتحكيم؟ ونهاها طبعا وقال يا جماعه مش عايز الزملكاويه يزعلوا مني بس دي حقيقه، الاهلي رقم واحد محليا وعربيا وافريقيا. شوف يا اخي الكلام الحلو ده، الكلام بقى اللي اللي يتمزج. طبعا اللجان طلعت عليه الزملكاويه وقال لك بص الراجل مدلس وان الزمالك ما فيهوش رموز وان الراجل ده لمزبله التاريخ، وهيطلع على الراجل ده اوسخ كلام. هم كده الزملكاويه مش عايزين حد يقول لهم الحقيقه خالص، عايزين دايما يقعد ينافقهم ويمشي معاهم في سكاكهم، لكن تيجي تقول لهم الحقيقه يقول لك لا انت مش رمز، انت مدلس، انت اهلاوي. هي دي يا باشا العقليات يا كابتن حماده، ومش هتتغير للاسف. في جيل طالع بحاله مش عارف يعني ايه اللي انت بتتكلم فيه، واتشحن واتصبى في دماغه الفكر اللي انت بتقوله ده ان الاهلي بيكسب بالتحكيم. يعني مثلا الزمالك طول ما هو كان متصدر وانا كنت في ال 13 وال 16 ما كانش حد بيتكلم عن المظلوميه ولا حد كان بيقول لك الاهلي بيتجامد ولا الهوا. دلوقتي الاهلي بقى عمال يقرب، وبعد ما كسبناهم وبعد ما نكسب الماتش الجاي وينزل الزمالك لترتيبه الثاني والثالث هتبتدي بقى تسمع نغمه المظلوميه والتحكيم والفلوس والحاجات اللي انت ما كنتش بتسمعها طول ما هو كان متصدر. هو الزمالك عايش على كده، دي عقليه الشخص الزملكاوي اللي مش محتاجه تحليل ولا محتاجه دراسه، هم خلاص بقوا دي حياتهم وده نظامهم. فانت للاسف مش هتقدر تغير كل الكلام ده في جيل بحاله طلع على الفكر ده. تحيه كبيره طبعا لكابتن حماده عبد اللطيف اللي متاكد ان الراجل ده هيطلع الميديا الزملكاويه كلها تقطع فيه، من شباب عندها 10 و15 و20 و25 لحد حتى ال 30 سنه هيقعدوا يقطعوا في الراجل ويشتموه عشان بس قال كلمه حق. اخيرا يا جماعه وليس اخيرا احنا نتمنى لكم الاسوأ.